السلام عليكم. فيديو جديد بتصوره معاكم من اسكندرية، وظاهرة غريبة بنلاحظها اليومين دول في اسكندرية، وهي ارتفاع أمواج بحر اسكندرية أو البحر المتوسط بصورة عامة، والتغيير المفاجئ للأحوال الجوية اللي بنلاحظه اليومين دول في اسكندرية، خصوصا من بداية شهر 9. من بداية شهر 9 واحنا شايفين أجواء شتوية، برودة، انخفاض في درجات الحرارة، ارتفاع في الأمواج، تكون سحب وغيوم في السماء، وكأننا في أيام نوة من نوات الشتاء في اسكندرية. بل وكمان حتى الصيف كله في اسكندرية السنة دي كان عجيب، يعني لقينا غلق للشواطئ كلها في نفس اليوم، مع ان ده ما حصلش من سنين. حالات غرق كتيرة وفي أماكن مختلفة وشواطئ مختلفة في اسكندرية، وده برضو مش متعودين عليه. من امتى بيبقى في حالات غرق جوه في وسط وشرق اسكندرية؟ احنا عارفين ان الشاطئ اللي مشهور قوي ان هو غريق ومش امان هو شاطئ النخيل في العجمي، وده الناس كلها عارفاه وبتبقى حذرة منه. لان شواطئ العجمي معظمها بحر مفتوح وما فيهاش مصدات ولا حواجز زي بحر وسط وشرق اسكندرية، فبتبقى امواج فيها عالية وبيبقى فيها غرق اكتر. لكن يبقى في غرق في جوه اسكندرية وفي شواطئ شرق ووسط اسكندرية، وفي عز ما احنا في شهر 9 نشوف الموج العالي ده والغيوم دي والتغير المفاجئ في الجو ده، دي فعلا ظاهرة غريبة. نزلنا صورنا من أماكن مختلفة على البحر، من ستانلي، من سيدي جابر، من سبورتنج، والحقيقة الأمواج عالية جدا والجو غريب جدا، غيوم بقى وبرودة وموج عالي وبحر لونه متغير، في حاجات غريبة. احنا بنحب الشتاء وأجواء الشتاء خصوصا في اسكندرية، لكن مش ممكن يكون بدأ بدري قوي كده. احنا لسه في شهر 9، وبعدين السنة اللي فاتت لو تفتكروا الشتاء تقريبا ما شفناش أجواء شتوية غير من بعد شهر 11، وتقريبا كان في أواخر شهر 11. لكن احنا دلوقتي شهر 9، لسه بدري قوي، لسه بدري. وشوفوا كمان الغيوم اللي في السماء دي والسحب الكثيفة دي، منظرها كده هتشتي، هتشتي لا محالة. السؤال بقى هنا، ايه سبب كل التغيرات اللي مش في ميعادها دي؟ يا ترى السبب فعلا تغير المناخ، ولا السبب ان تدخلات بشرية في اعماق البحر زي ما سمعنا، ولا ايه السبب بالظبط ورا كل التغيرات اللي احنا شايفينها السنة دي؟ مش هنروح طبعا للكلام على غرق اسكندرية ولا اختفاء اسكندرية مع الخريطة ولا الكلام ده، ان الله لا يقدر يا رب ولا يحكم علينا ابدا بكده. ربنا يحفظنا بحفظه ويحفظ اسكندرية كلها. فالمهم، لو حضراتكم عندكم اسباب او تفسيرات للي بيحصل ده في اسكندرية، يا ريت تقولوا لنا في التعليقات وتشاركونا ارائكم، لان طبعا احنا عارفين ان اسكندرية دي مش ملك الاسكندرانية بس، او هي مش بس الاسكندرانية اللي بيحبوها. اسكندرية مصر كلها بتحبها، واسكندرية ليها مكان كده في قلب كل واحد في مصر، وله ذكريات فيها. مفيش حد في مصر ملوش ذكريات في اسكندرية وما بيحبش اسكندرية. فأتمنى تشاركونا بآرائكم في التعليقات، وتقولوا لنا لو عندكم أي تفسير للتغيرات اللي بتحصل في اسكندرية دي وبحر اسكندرية. ولو عجبكم الفيديو اعملوا لايك واشتركوا في القناة عشان يوصلكم مني كل جديد.